لو في حد قالك ان في لاعب اشتراه نادي ب 30 كوره هتصدق؟ طب لو قلتلك ان نفس اللاعب ده شغال بالنهار تمارين وبالليل في مصنع صابون، الشاب ده يبقى محمد اشرف بن شرقي، شاب من بني مزار اتولد وسط 6 اخوات، عاش بسيط بس كان شايف حلم كبير. الكوره كانت كل حياته. ابتدى في نادي بني مزار وكان بيروح التمارين رايح جاي مشي، ما كانش معاه حتى فلوس يركب، بس الموهبة بتفرض نفسها وبدأ يتشاف في دوري مراكز الشباب واتصعد للفريق الأول، وقعد 3 سنين في دوري الدرجة الثالثة، وكان بياخد مرتب في اليوم 30 جنيه بس يفطر بيهم ويركب مواصلات، والكلام ده الصبح. أما بالليل كان بيروح مصنع صابون بيشتغل 12 ساعة على رجله ويرجع ينام ساعتين بس ويصحى تاني التمارين، ورغم كده لا اشتكى ولا استسلم ولا حتى قال خلاص انا تعبت، لحد ما في يوم ناس من اللي بتكتشف المواهب شافوه ورشحوه لمدير نادي لافيينا، والنادي فعلا اشتراه ب50,000 جنيه ومعاهم 30 كورة. والمفاجأة ان الصفقة دي كانت نقطة التغيير في حياته، وبدأ يلمع في دوري الدرجة الثانية. ولما شافوا احمد عيد عبد الملك رشحوا على طول لغزل المحلة، ومن اول موسم في الدوري الممتاز بن شرقي بقى نجم بيلفت الأنظار وناس كتير بتتكلم عنه. ودلوقتي بدأ مرحلة جديدة مع البنك الأهلي بعد ما ساب بصمة قوية مع زعيم الفلاحين. محمد بن شرقي مش بس مجرد لعيب، هو حكاية بدأت من ولا حاجة ووصل إنه يشيل فريق ويكون نجم، وده مثال حي لأي شاب شايف الدنيا سودة وما يعرفش إن ربنا شايل له فرحة جاية. ولو وصلت لنهاية الحكاية افتكر ان النجومية مش صدفة، النجومية قرار وإصرار. ولو عجبتكم الحكاية قولولي في الكومنتات تحبوا الحلقة اللي جاية تكون عن مين.